sharing is caring. جملة سمعناها كتير في الحضانة، في المدرسة، ويمكن في البيت. بس خليني أسألك سؤال بسيط، هل كل مشاركة فعلا رعاية؟ تعرفي إيه عن الشيرنتينج؟ أنا رحاب أسامة، برحب بيكم في حلقة جديدة من دير تو دير. خليني أحكي لك عن إيفا، بنت كانت ماشية مع باباها ومامتها في النيل. فجأة حد يعدي جنبها ويقول إزيك يا إيفا؟ ست تانية تقول لها كل سنة وانت طيبة يا إيفا، استمتعتي باللعب مع أصحابك امبارح؟ شخص تالت يجي ويقول مبسوط إنك رجعتي النادي والتمرين، يا ريت باباكي ما يتأخرش عليكي زي كل مرة. الأب والأم والبنت مصدومين، لأن ولا واحد من الناس دي يعرفهم شخصياً، بس كلهم عارفين تفاصيل حياة إيفا. ده مش فيلم رعب، ده واقع أطفال كتير بيعيشوا، وهو ده الشيرنتينج. لما الأب أو الأم أو أي شخص مسؤول عن طفل يشارك تفاصيل حياة الطفل على السوشيال ميديا، أنشطته واهتماماته، سلوكه، مواقف يومية، يحب إيه وبيكره إيه، بيروح فين، من خلال ستوريز وفيديوهات. وهنا المشاركة مش اللي اتربينا عليها، مش مبنية على وعي ولا رضا ولا موافقة واضحة بين الطرفين. دي مشاركة بتحصل من غير وعي، من غير موافقة حقيقية، لأن الطفل يا إما صغير ومش فاهم، يا إما مبسوط بالاهتمام ومش واعي بالتأثير ده عليه دلوقتي وبعدين. وخليني أقولها بوضوح، ليه الشيرنتينج مش كارينج؟ لأن القصص والفيديوهات دي ممكن تبقى كنز معلومات لأي شخص غير سوي، بتسهل معرفة الطفل بيروح فين، إمتى بيكون لوحده، مين دايرته القريبة، وكمان ممكن تتحول لتنمر في المدرسة، إحراج، جرح نفسي عميق بسبب موقف الأهل شافوه عادي لطيف دمه خفيف، وبضغطة واحدة وفي أقل من ثانية العالم كله بيتفرج. الغريب إن زمان ولحد قريب المدارس كانت بتعمل ورش توعية عن السايبر بولينج ومخاطر مشاركة المعلومات، وكانوا دايماً بيوعوا الأهل parental control، دور الأهل في الرقابة والحماية. ومؤخراً دول زي استراليا حظرت السوشيال ميديا للأطفال تحت سن 16 سنة، ووقفت ملايين الحسابات علشان تحميهم من العالم الخارجي. طيب إزاي الحكومة بتحمي والبيت اللي هو المفروض مصدر الأمان يبقى هو اللي بيفتح الباب، يبقى هو مصدر الخطر؟ أنا بتكلم هنا كأم، أنا عايزة أحمي كل طفل، وأحب أكون واضحة، أنا مش بحكم على حد، وعارفة كويس إن في أهالي نيتهم طيبة وهدفهم نبيل، بيشاركوا علشان يقولوا لكل أب وأم اللي بيمروا بيوم صعب إن اللي بيحصل طبيعي، أنت مش مقصر، أنت مش لوحدك، وده كله مفهوم ومتعاطفة معاه. بس مش علشان نساند غيري أخلي الغريب قريب وأعرض حياة أولادي للخطر. خليني أسألك كام سؤال، وأنا كمان بسأل نفسي قبل ما أسألك، هل ابني أو بنتي فاهمين تأثير اللي بنشره؟ لو كبر وشاف الفيديو ده هيحس بإيه؟ هل أنا فعلا بحميه ولا بعرض حياته ونفسيته للخطر؟ طيب خلينا نرجع خطوة لورا ونشوف الصورة أكبر وأشمل. نفس الموضوع بيحصل بين الكبار لما بنفتح الباب وبنشارك أكتر من اللازم من غير استئذان. هنا بندخل منطقة أخطر، منطقة الخيانة الرقمية. لما طرف يشارك تفاصيل حميمة، أسرار، لحظات ضعف، خناقة، سلوكيات عن شريكه قدام جمهور من غير موافقته، الزوج أو الزوجة كل واحد فيهم ليه دايرته، شغله، عيلته، أصحابه. تخيلوا إن حد فجأة يلاقي إن حياته بقت محتوى، ولو قال لأ يتقال عليه مش داعم، مش مساند، مش بيشجعني، أو غيران. ومع إن النية ممكن تبقى أنا بشارك عشان فضفضة، أو أنا بتكلم عن نفسي، أو
زيادة وعي أو تقييم سلوك أو لفت انتباه. الحقيقة إن النية هنا مش هي الأهم. الأهم هو أثر المشاركة دي على الشخص اللي بقى بطل الحكاية من غير اختياره. لأن الدراسات بتقول إن الأوفر شيرينج ممكن يهز الثقة، يزرع شعور بعدم الأمان، ويهدم علاقات ويخرب بيوت. والناس تقول ده حسد. وعلشان كده لازم نفرق ما بين حاجتين: الدعم أو المساندة والخصوصية. الدعم مش معناه إنك تبقى بطل الحكاية بالغصب، ومش معناه إن حياتك تبقى مثال على السوشيال ميديا. والخصوصية مش رفاهية، الخصوصية أمان. وقبل ما نحكي نسأل نفسنا بهدوء: ليه مهم أحكي؟ إيه الهدف من المشاركة؟ يا ترى الهدف الموقف ولا الشخص؟ إزاي أكون مؤثرة وأشارك قصة قوية من غير ما أعمل شرخ في العلاقة أو أذي أقرب الناس ليا، ومن غير ما أقول ابني، بنتي، زوجي، أختي؟ مهم قوي نفهم إن الموافقة مش مرة وخلاص. مش معنى إن شخص وافق مرة علشان يرضيني أو يدعمني إنه كده مضى شيك على بياض. الموافقة الحقيقية بتتجدد وبتتراجع وبتتسحب عادي جدا. من حق أي إنسان يقول المرة دي أنا مش مرتاح، حتى لو كان قبل كده قال وعشان كده في 3 حاجات لازم تكون واضحة: الاتفاق، الحدود، والموافقة. إيه اللي يرضي كل واحد فينا؟ وإيه معنى المساندة والخصوصية لكل واحد فينا؟ وفين حدود الأمان اللي هنرسمها سوا علشان علاقتنا تفضل في أمان مش مستباحة؟ الخلاصة إننا سواء بنشارك ونحكي عن أولادنا أو شريك حياتنا، قبل ما تدوسي شير أو بوست وقفي لحظة وتخيلي حد صورك من غير اسمك أو نشر تفاصيل عن يومك، لحظات خاصة في حياتك. وفجأة زي إيفا تلاقي ناس في المول أو الشغل بتسأل وتعلق، بتطمن وتنصح، بتحكم وتنتقد، وكأن حياتك بقت مشاع. يا ترى رد فعلك هيكون إيه؟ الجرأة مش إننا نحكي أكتر، الجرأة إننا نحمي أكتر ونحافظ على اللي في إيدينا. لو شايفين إن الرسالة دي تستاهل توصل، اعملوا لايك وشاركوها مع حد يهمكم.